وفي الغربية تشهد عدة مناطق بمدينة طنطا انقطاعا لمياه الشرب منذ ما يزيد على 5 أيام لساعات طويلة، خاصة في الأدوار العليا. وقد أعرب العديد من المواطنين عن استيائهم من ذلك، خصوصا أن الانقطاع لم يتم من دون إبلاغهم عبر وسائل الإعلام أو ميكروفونات المساجد. كاميرا النهار اليوم حاولت رصد تلك المشكلة. المشكله في الميه ان انا دلوقتي راجل لا مؤاخذه فاتح سمك، راجل بدفع ضرائب للدوله، الميه قاطعه كده واقفه حال، يعني السرسوب ما بيعملش حاجه، انا مالي ميه هنا بمحطه الميه عشان خاطر اعرف اشتغل ماشي، والسمك معلش لو ما كانتش الميه نازله من الحنفيه مش هنعرف ننضفه زي الناس. بلغنا طبعا الارضي 125 كم مره بقى مشغول، وبلغنا المحافظه برضه، وبنملى بقى الجراكن زي ما انت شايف حضرتك كده، يعني بطريقه يعني وحشه. المشكله ان الماء كلها نازله صفرة ونازله فيها رمل ماشي، وما فيش ماء بقى لها اسبوع ولا 10 ايام اهيت، والمواعين مرميه واحنا ولا عارفين ناكل ولا نشرب ولا نشطف ولا نخش حمام ولا اي حاجه خالص.